كلنا عارفين المخدرات، وعارفين ان هي ازاي بتدمر الجسم سواء جسديا او نفسيا، وعارفين اضرارها كويس جدا. بس هل عارفين يعني ايه مخدرات؟ يعني ايه اللفظ مخدر؟ وليه المخدرات بتخلينا ندخل في حالة من الادمان؟ دايما ما بنعرفش ان احنا نخرج من الحالة دي. طب خلينا ننتقل لفقرة كده نعرف يعني ايه مخدرات. المخدرات هو عبارة عن إدمان. هتحط الكلمتين كده جنب بعض، مخدرات يعني إدمان، يعني بتسمم الجهاز العصبي. طيب، يعني إيه لفظ مخدر؟ ليه بنطلق عليها لفظ مخدر؟ لأن هي بتخدر العقل تماما، لأن هي بتغيب العقل، وأحيانا بتعمل حالة من الإغماء. انت بتبقى مغيم، انت مش دريان من الاخر. انت ممكن مثلا حد بيتناول المخدرات يعمل حاجات، وبعد ما يفوق يقول انا عملت كده ازاي، انا ما عملتش حاجه. فهي بتخليك في حاله غياب عن الوعي، مش مدرك تماما لاي حاجه حواليك. طيب برضو معرفناش يعني ايه ماده مخدره. هي ماده نباتيه او ممكن تكون ماده مصنعه. الماده دي بتصيب الجسم بحاله من الادمان، وحاله من الامراض المزمنه. فهي بتصيب الجهاز العصبي، وبتصيب الجهاز المركزي، وبتصيب الجهاز الدوري بامراض مزمنه. الامراض المزمنه دي اللي بتسبب حاله اسمها اللي احنا بنقول عليها الادمان. انت بتخليك ان انت مدمن على الماده دي، او مدمن على المخدرات. طب ليه؟ لان الماده اللي بتحتوي على المخدر ده بتبقى عباره عن اصلا مواد منومه ومسكنه، بتخليك ان انت ما بتاخدها لو انت تعبان مش دريان بحاجه. انا لو مثلا بطني بتوجعني، رجلي بتوجعني، لو اخدت مخدرات انا مش هحس باي الم. انا بتحس ان انت بينقلك لحاله تانية، لعالم تاني. عشان كده بتلاقي معظم الناس اللي بتتجه للمخدرات بتتجه للمخدرات ليه؟ يا اما عندها حاله نفسيه، يا اما ناس بتبقى عايزه تهرب من الواقع فتروح لواقع تاني هي رسماه في خيالها، فبتلجأ للمخدرات. مفكرين انها مثلا لما اتناول المخدرات خلاص انا كده هربت من العالم بتاعي ورحت لعالم تاني. وهم مش مدركين قد ايه ان هم لو دخلوا العالم ده هم راميين نفسهم كده للتهلكه. انا مش هعرف اخرج منه. وكمان المخدرات مش هتاثر عليا انا بس، هي هتاثر على اسرتي وولادي وكل الناس اللي حواليا. فهي بتصيب الجسم، وبتخليك ان انت تعبان نفسيا، وتدخل في حالة نفسية انت مش مدرك ليها. انت بمجرد ما انت بتتناول المخدرات انت مغيب، انت مش عارف، ولا هتبقى عارف دي حاجة صح ولا لأ. كل اللي عليك انت عايز تاخد المادة دي، وبتبقى مدمن بقى عليها. طب مش بس المخدرات، ده في انواع تانية من المخدرات، ودي بقى الكارثة السوداء. الكوكايين. الكوكايين ده مش بس بيأثر على الجهاز العصبي او الجهاز التنفسي، ولا ان هو بيدمر الجسم، لا ده بيخلي زيادة النشاط بتاعة العقل بتاعك عالي. يعني هي بتزود نشاط العقل، وكمان بتشل حركة الجسم. يعني انت مع الوقت لما بتتناول المواد دي جسمك بيبقى عبارة عن ان هو مشلول. انت ممكن تقتل من غير ما تحس باي حاجه، ممكن تعمل اشياء من غير ما انت مدرك للاشياء دي، وبعد ما تفوق تقول انا عملت كده ازاي، مش انا مش عارف اي حاجه. هي بتغيب تماما. انت بني ادم عايش ومش عايش. انت عايش كجسم موجود بيتحرك، لكن ان انت مش عايش كروح، انت مغيب لاي حاجه. طيب انا كشاب او كراجل ازاي ما التجئش للمواد دي؟ او ان مثلا او حد مثلا صاحبي يجي يقول لي يا عم خد جرب دي تجربه. لا، هي بتيجي بتجربه. انت لو تناولت المخدرات مره واتنين على اساس ان هي تجربه، فانت هتدمنها من غير ما انت تاخد بالك. طب انا كشاب ازاي ما اتجنب الحاجات دي؟ ابعد دايما عن الاماكن اللي بتدعم المخدرات. طب هتقولي لي يعني ايه الاماكن اللي بتدعم المخدرات؟ انا بشوف دايما حفلات وافراح هي عبارة عن ان هي بيرة ومخدرات ومعرفش مواد تانية وحقن وكوكايين وكده بس. انا كشاب هستفاد ايه لو رحت الاماكن دي؟ غير ان واحد هيجي يقول لي جرب واعمل ومش عارفه ايه والكلام كده، هتلاقيك دخلت في سكه تانية مش بتاعتك خالص نهائي. ولو دخلت السكه دي انت مش هتعرف ترجع. فانا كشاب اتجنب الاماكن دي، اتجنب اصحاب السوق اللي بيتناولوا المخدرات، ابعد عنهم. دايما بشوف ان عمري ما شفت في حياتي حد بيمارس رياضه وبيروح جيم وبيشرب، مش هقول لك مخدرات، سجاير. فدايما
مارس على ان انت تمارس رياضه، سواء بقى الجيم، في رياضه التامل اللي هي بتعمل استرخاء للجسم. فدي كلها حاجات بتخليك انت كشاب تحافظ على نفسك وتتجنب شرب المخدرات. ونصيحه لاي حد بقى بيتناول المخدرات، حاول ان انت تراجع نفسك، ارجع عن الطريق اللي انت ماشي فيه، لان انت مش مدرك آه، اسود الطريق ده ايه، او مش مدرك نهايته ايه. انت كده رميت نفسك للتهلكه، انت داخل في زي ما بيقولوا حاره سد، مش هتعرف ترجع منها. ما تفكرش ان انت لما تدخل الطريق ده فانت بتأذي نفسك بس، بتأذي اسرتها، بتأذي كل اللي حواليها، بتأذي صحابك، لحد ما الدايره بتاعتك تتسع، لحد ما تأذي الناس اللي حواليك والمجتمع اللي حواليك. فحاول ان انت تبعد، تفكر 100 مره، وما تفكرش ان انت كده بتهرب من الواقع اللي انت عايشه، فانت رايح واقع تاني انت رسمه في خيالك. لان السكه دي هي طريقه حاله واحده، الهلاك. ملهاش طريق تاني ولا تالت ولا رابع، هو طريق واحد، الهلاك. فدايما خدوا بالكم من نفسكم ومن اولادكم و... و... ودايما نحافظ على اولادنا بان احنا نساله انت رايح فين، قاعد مع مين، سهران مع مين.